عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم عندنا ان شاء الله واحد الوصفه اللي هي سهله ولذيذه. تنديروا في المناسبات ولا كنجيو عندنا الضياف. اللحم بالبرقوق غادي نصايبوه ساهل، واحد الوصفه اللي هي ساهل الوالده ديالي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بغيت تصايبوا لينا ان شاء الله اليوم الغدا، قلت ضروري نصوروا باش نشاركوا معكم، نقدر نفيدكم ولو بمعلومه قليله. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للمقادير. قبل ما ندوزو للمقادير ان شاء الله تنتمنى تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديروا لي لايك وتكتبوا كومونتير وبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده. وندوزو دابا كما كتشوفوا في المقادير. عندنا واحد زوج ديال البصلات اللي يكونوا متوسطات، عندنا تقريبا 2 كيلو ديال اللحم، نتوما ديروا القياس ديال العائله ديالكم. عندنا الملح، عندنا ملون اصطناعي، يمكن لكم ديروا الزعفران الا كان عندكم زعفران شعره. عندنا 5 دروس ديال الثوم، عندنا الابزار، عندنا الخرقوم وسكنجبير، عندنا الزيت البلديه اللي غنديروا من 2 ديال المعالق، عندنا معلقه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. الزيت البلدي ما نكتروش، نضيفو غير 2 ديال المعالق لحقاش اللحم تيكون ميدم. وندوز غناخذ داك اللحم نحطوه في الكوكوط. هاد الطريقه هي اسهل طريقه ديال اللحم بالبرقوق، ساهله بزاف بزاف وبالتجربه كيوجد ان شاء الله. غادي ناخذوا الملح كما كتشوفوا، درنا الملحه. غادي نضيفوا دابا سكنجبير، زوج ديال المعالق صغار ديال السكنجبير. غادي نضيفوا الخرقوم، خرقوم عرق حتى هو 2 ديال المعالق، يكونوا عامرين مزيان، معلقه صغار. غادي نضيفوا الابزار غير شويه، متكتروش ولكن على حسب الحراره نتوما واش كتبغيو. حنا درنا. غادي نضيفوا الراس معلقه ديال الملون الاصطناعي، يمكن لكم تضيفوا الزعفران شعره الا كان عندكم. دابا هنايا غادي نديرو هذيك الثومه، حكو الثومه 5 ديال الدروس ديال الثومه. وغادي نشلضوا هذيك البصله اللي عندنا، 2 ديال البصلات صغارين متوسطين، ماشي صغار ماشي كبار. غنضيفوا هذاك قزبر ومعدنوس، معلقه تقريبا ديال القزبر ومعدنوس مقطعين قلبناها، معلقه ديال الزيت البلديه او 2 معالق على حسب نتوما واش بغيتو، ما نكثرش الزيت بزاف. كما كتشوفوا غادي نديرو كلشي في الكوكوط. وغادي نضيفوا كاس ديال الماء غير باش نقليو، نحاولوا نحروا.
غادي نحطوه على النار تيتقلى لينا هذا اللحم كما كتشوفوا. من بعد ما بدا تيتقلى لنا هذا اللحم غنضيفوا عليه ان شاء الله الماء الكافي باش يطيب لينا. انايا ضفت هنا الوالده ديالي ضافت ايطرو ديال الماء حتى كيتغطى لنا تقريبا اللحم كامل. نتوما ضيفوا القياس اللي بغيتو. كما كتشوفوا البنات ايطرو ديال الماء تقريبا حتى كيقرب يتغطى لنا اللحم. صافي دابا غادي نسدو عليها ان شاء الله ونطيب لينا مزيان وتعلك. من بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالها من بعد ما كطيب. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب، راه كتجي معلكه وخاتر داك الرو ديالها داك لاصوص كيجي زوين. دابا يمكن لكم ما بغيتوش تدخلوا الفران صافي تقدموه بحال هكا. حنا بغينا ندخلوا الفران حطيناه هنا دابا في الطاوه غادي ندخلوه للفران ان شاء الله. كما كتشوفوا حتى كيتحمر. نتوما ما بغيتوش تحمروا تحطوه عادي من يطيب لكم. حنا قدمناه على هذا الشكل، درنا معاه شويه ديال البرقوق معسل و ندير شويه ديال الزنجلان. حطينا لاصوص هنا في هاد الزليفه. قدموه في الشكل اللي كيعجبكم، قدموا اي طريقه بغيتو نتوما. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. احنا قدمناه مع واحد خبيز ديال الدار طيب في الفران ديال التراب، راه كيجي رطب ولذيذ وزوين. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم يا ربي وبالصحه والراحه. وقبل ما تخرجوا من لا فيديو تنتمنى ان شاء الله تابونوا عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديروا لي لايك وتكتبوا كومونتير وتبارطاجيو. كما قلت لكم البنات بارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.